في حاجه لاحظتها هنا من ساعه ما جيت، وفي خلال يومين بس لاحظتها وحابب ان انا اقول عليها. المغاربه بيحبوا المصريين بطريقه انا ما كنتش اتخيلها. انا بدخل اي مكان مجرد بس ما بنطق كلمه بيعرفوا ان انا مصري، يا لهوي على الترحاب، بيرحبوا بالواحد جدا وكده يا مصر، ويعني يبقوا بص الفرحه والبهجه في وشهم اللي هو قابلوا مصري، مع ان انا يعني شخص عادي، بس هو لا، هو كأن مصر جات لعنده. فلا احنا بنتفرج في مسلسلاتكم وافلامكم، مصر عظيمه ومصر ام الدنيا، يعني بيحبوا مصر بطريقه رهيبه. فشكرا جدا للشعب ده، شكرا جدا. بالنسبه بقى للكرم، هم في الكرم يعني انا اللي شفته هنا، يعني لو حد قال لي ان في شعب اكرم من المغاربه يعني اقول له انت كذاب، عشان نكون واضحين. الناس دول، طب اقول لكم حاجه، انا كنت جاي في الرباط ان انا بات في فندق عادي زي اي تورست. صحابي قالوا لي لا فندق ايه وما ينفعش وبتاع. انا قاعد دلوقتي في شقه في حي الرياض. يعني حي الرياض ده كنت دايما اسمع عنه ان حي راقي جدا وحي مش عارف ايه. دلوقتي انا قاعد في شقه لوحدي في حي الرياض، ومش شقه دي فيلا، ده شقه 5 ستار، دي حاجه قليله فيها بامانه. اي نعم هي مواصلات بعيده، فبيتناوبوا عليا بقى ان حد يوديني الصبح وحد يجيبني بالليل. الناس دي عاملين معايا واجب، يعني ربنا يا رب يجازيهم خير على كل حاجه بيعملوها معايا، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتهم، وان شاء الله ارجع مصر وارد لهم الجمال دي باذن الله. يا لهوي على جمال الرايه وهي طايره، وعرة فخر. انا حاسس بفخر وهي طايره كده في السماء. اعرف انك بتحب المغرب. حصل. طيب يا عمي قل لي ردة فعلك ايه لما جيت المغرب اول مره؟ هي دي اول مره. اول مره. ردة فعلي شوارع نظيفه، مساحات خضراء في كل حته. يا عمي والاكل المغربي عامل معاك ايه؟ وانا اكلت ايه صح؟ استنى. اكلت في حته اللي اكتر سندوتش عجبني ده التمر المجهول المغربي. يا رب يسمح لي والله، يا رب المجهول. بصوا احنا المفروض في اشاره مروريه وفي الشارع، ومفيش حد بيدوس كلاكس، مفيش نهائيا. دلوقتي الويتر جاب لنا ده، ايه ده؟ مذهب. تتفتح دي؟ ما بتتفتحش؟ هو بنصب كده على طول. حاسس ان انا من بنها قوي بصراحه. بصوا الكوبايه دي جات لي هنا، اتحطت لي مع بقيه الفطار، وانا ما كنتش اعرف هي ايه، تمام؟ فقالوا لي رايب، انا قلت لبن حامض ولا حاجه، والله العظيم ما اعرف. فبدوقها وانا متخوف كده بصراحه. جامده بامانه جامده. انا ما اعرفش ايه ده، بس يعني جامد. رايب يا جدعان، بس جامد. المهم ان مش لبن حامض، هي حاجه مسكره كده عامله زي المهلبيه، بس جامده قوي. اهي ام الدنيا. سيبنا ام الدنيا وجينا هنا لقينا ام الدنيا. دي سفاره بلدي الجديده هنا، سفاره واسعه وكبيره واتفتحت من فتره قريبه. شايف فخامه. احسن حاجه بقى في صحابي، هم صحابي مقربين وناس شفتهم في مصر واعرفهم بقالي اكتر من سنه. فالناس دي عارفه دماغي، يودوني الاماكن النظيفه زي البيوت اللي ورايا، بيوروني كل حاجه في الرباط، ويودوني مكان زي ده، يعني يودوني الاماكن اللي كده واللي كده، اشوف كل حاجه، اشوف الحياه بتاعتنا، عيش زيك زينا كمغربي، تبقى عارف كل حاجه في البلد، مش نوديك الحلو بس وما نودكش الوحش، لا احنا بنوديك كل حاجه علشان تعيش الحياه كأن دي بلدك فعلا، وده اللي انا بحبه فيهم.